لو ولادك بيحبوا المارشميلو ودايما بتشتريه من بره، تعالى خليكي تعمليه في البيت بمكونين 2 بس. أيوة، بمكونين بس. ولا بيض ولا جيلاتين ولا حاجة من الحاجات اللي بتتعبك. والطعم مش هتفرقيه عن الجاهز. أهلا بيكم، أنا ملك. لو أول مرة تشوفوني اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان وصفاتكم الحلوة دي بتشجعني أقدم لكم أكتر. يلا نبدأ على طول. أنا معايا كيسين جيلي، أي نكهة بتحبيها، فراولة، توت، أناناس، اللي موجود. نحط عليهم نص كوباية مية مغلية، بس تكون فعلا بتغلي. وبعدين بالمضرب الكهرباء نبدأ نضرب بقى. نضرب 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 حوالي 10 دقايق. هتحسي إن القوام بيتقل ولونه بيفتح وبيبقى شبه الكريمة كده. بعد كده هنجيب كيس تزيين أو كيس بلاستيك عادي ونحطه جوه قمع وننزل فيه الخليط. ويلا بينا نبدأ نصب على مفرش سيليكون. بس نصيحة مهمة جدا، رشي شوية نشا على المفرش الأول علشان المارشميلو ما يلزقش. وانتي بتصبي خليه بالطريقة اللي بنعمل بيها البيتي فور كده، علشان يطلع شكلهم حلو ومتساوي. ولو ما عندكيش قمع، ممكن تعمليها بأي معلقة صغيرة. ندخلهم التلاجة بقى أقل حاجة ساعة، بس أنا بفضل تسيبيهم كمان شوية كده علشان يمسكوا نفسهم ويتماسكوا كويس. وبعد ما نطلعهم من التلاجة نرش شوية نشا كمان على الوش. ويا سلام بقى على النتيجة، مارشميلو هش وناعم ولونه حلو وطعمه خطير. وأهم حاجة إنه معمول في البيت وأنضف وأأمن لأولادك. لو جربت الوصفة اكتبيلي تحت ووريني صور التطبير بتاعك، واستنوني في وصفات أحلى وأسرع وأكتر اقتصادية.